ست البتول يا عيون الرسول، حبك مالي قلبي عمره ما بيزول. وكانت أشبه الناس برسول الله. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا دلا ولا هديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله. وكانت إذا دخلت على رسول الله قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. وعن أنس بن مالك قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وفاطمة رضي الله عنهم. وكذلك تقول السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، فهي عليها رضوان الله تعالى أجمل الناس صورة، لأنها أشبه الناس بأجملهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت لها المنزلة الخاصة عند أبيها عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يشير إليها. يقول الإمام علي: يا رسول الله، أيما أحب إليك، أنا أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إلي وأنت أعز منها. وقال: أحب أهلي إلي فاطمة. وقال: سئلت السيدة عائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. قيل: من الرجال؟ قالت: زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم ورد في فضلها وفي حب أبيها وتخصيصه لها صلى الله عليه وسلم، كما سنرى في شمائلها وفي أخبارها وفي سيرتها عليها رضوان الله.